انك تقدم كل حاجة للنادي بتاعك ده مش سهل، انك ترفض تلعب لنادي تاني ده برضو مش سهل خالص، انك تعتزل في سن صغير عشان خاطر ما تروحش اي نادي تاني مع انك مطلوب من اكتر من نادي ده برضو مش سهل. بس المستحيل انك تبقى عبد الحليم علي. عبد الحليم علي بالنسبة لي هو واحد من اساطير الكرة المصرية واسطورة نادي الزمالك بلا اي منازع وبلا اي جدال من عندي. انا عبد الحليم علي انا بفتخر انه لاعب لنادي الزمالك اللي انا بشجعه، ومبسوط جدا جدا ان انا هتكلم عنه النهارده. عبد الحليم لاعب كرة قدم هيتم 51 سنة العام القادم او في شهر 10، يعني كمان بالظبط شهر وشوية. بس عبد الحليم علي اعتزل صغير في 2009، يعني من حوالي 15 سنة، كان عنده 36 سنة، مش صغير قوي بس كان قادر يقدم حاجات تانية في الملاعب. عبد الحليم علي لعب في نادي الزمالك 10 سنين من 1999 لحد 2009 قادما من نادي ايسترن كومباني اللي كان اسمه زمان الشرقية للدخان. عبد الحليم علي يعني انا لو هتكلم عنه ممكن اتكلم عنه ايام، بس عشان نختصر ونعرف نتكلم في فيديو واحد يبقى هنتكلم عن تاريخه في الزمالك، لان كل حاجة حقيقية عملها في الزمالك هي تدل على معنى اسطورة في كرة القدم. عبد الحليم علي هو الهداف التاريخي لنادي الزمالك برصيد 138 جون في 339 مباراة. مش بس كده، عبد الحليم علي هو الهداف التاريخي لنادي الزمالك في بطولات افريقيا برصيد 26 هدف. مش بس كده، عبد الحليم علي من الناس اللي شاركوا في اخر دوري ابطال افريقيا لنادي الزمالك اللي هو 2002، وكمان لعب في السوبر الافريقي 2003، وكمان سجل في السوبر الافريقي اللي انتهى ضد نادي الوداد بصالح نتيجة 3-1. سامعني ما شاء الله. وتمريره تانية بينفرد انفراد كلي عبد الحليم، هي زيها بقى يا راجل، حط يا راجل الثلاثيه الثلاثيه اخيرا عبد الحليم علي. عبد الحليم علي عمل كل حاجة في الزمالك، قفل اللعبة حرفيا في الزمالك مع كل المدربين اللي لعب تحت قيادتهم، مع كل اللعيبة اللي لعب جنبيهم، مع كل الناس. عبد الحليم علي مفيش بطولة ما خدهاش، عبد الحليم علي مفيش رقم ما كسرهوش جوه النادي. عبد الحليم علي عمل كل حاجة تتعمل، سجل في كل البطولات اللي لعب فيها لنادي الزمالك. غير كده هو مع منتخب مصر راح عام 2006 في سن 33 عام مع حسن شحاتة وقدر يفوز ببطولة افريقيا للمنتخبات بعد غيابها عن مصر فترة طويلة. يعني عبد الحليم علي حرفيا عمل كل حاجة، مفيش حاجة ما نفذهاش في الملعب وبره الملعب. هو كله يشهد له بالتزامه الاخلاقي وتدينه الشديد، وكمان مواقفه جوه الملعب مع زمايله بتشهد له على كده. وتيجي لحظه رحيله عن الزمالك بتبقى لحظه صعبه جدا لان هو نفسه مش عايز يرحل. فبلال احمد علام المعلق الشهير طبعا كان ساعتها وكيل لاعبين وكان عايز يجيب لعبد الحليم عرض، وقال بالنص عبد الحليم علي كان جاي له الاهلي، طبعا الاهلي في سن كبير بعد ما الزمالك مش هيجدد لك دي حاجه ما تترفضش. فراح قال بلال علام انا مش رايح ايا كان. قال له طب نقعد ونسمع. قال له ايا كان الرقم اللي الاهلي هيعرضه وانا ما اعرفوش، ليهم كل الاحترام والتقدير، بس انا مش هروح العب في الاهلي. قال له ليه؟ قال له انا كده كده الزمالك مش هيجدد لي وانا عارف حاجه زي كده، بس انا هخلص عادي في الزمالك واعتزل وانا راضي باللي انا عملته في حياتي وما اقبلش اروح الاهلي بعد ما لعبت كل ده في الزمالك عشان خاطر جماهيره محترمه ما تستاهلش مني ابدا كده. يا كابتن عبد الحليم قال لي يا ابني والله ما جاي. قال لي انا بقول لك هو السنه الجايه الزمالك مش هيجدد لي وانا هعتزل، انا مبسوط. توفيق والعطاء وكره حلوه وجول جول. يا ولد يا ولد يا ولد يا عبد الحليم يا علي، يا عبد الحليم يا علي يا لعيب قوي. يعني مثلا لو هنتكلم على البطولات، عبد الحليم علي في 10 سنين لعب داخل نادي الزمالك قدر يحقق 12 بطولة لنادي الزمالك فقط، اللي هم 3 دوري مصري، وطبعا بطولتين كاس مصر، بطولتين سوبر مصري، بطولة افريقيا ابطال الكؤوس، بطولة دوري ابطال افريقيا، بطولة سوبر افريقي، وكمان البطولة العربية للأندية، وكمان السوبر المصري السعودي 2003، ده غير بطولة أفريقيا مع منتخب مصر، غير 2 كاس عالم عسكري مع المنتخب برضه. وده اللي احنا بنقوله، الناس تسألك لما تشوف الكرة دي هتعمل ايه؟ يا العظمة يا العظمة يا الفكر يا عبد الحليم. يعني واحنا بنتكلم من اول الفيديو انت عمال تشوف اهداف لعبد الحليم، عمال تشوف مواقف لعبد الحليم، عمال تشوف
كل حاجه لعبد الحليم علي اللي هو خلوق وهداف ورائع. انا مستغرب، يعني انا نفسي مستغرب ليه الاعلام ما بيتكلمش على عبد الحليم علي وما بيديلوش قيمته اللي يستحقها. عبد الحليم علي راجل مسجل اكتر من 80 هدف في الدوري، اكتر من 100 جول مع نادي الزمالك، الهداف التاريخي لنادي الزمالك. دي لوحدها جمله تخض كده، مش محتاج انا اتكلم عنه اصلا. بس ليه ما بياخدش حقه اللي بيستحقه؟ لان هو ملوش في شغل الاعلام والكلام ده، بس هو كان بيتكلم في الملعب وخلاص، واخلاقه بتشهد له على كده. فعبد الحليم علي انا كان نفسي اقول عنه كتير قوي اكتر من كده، اتكلم عن كل جون جابه، عن كل ترقيصه عملها، عن كل حاجه عملها، بس هنحتاج زي ما قلت لك ايام. فلو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب في القناه عشان يوصلك كل جديد، وسلام عليكم.